مصر يما يا بهية يم طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شاب، هو رايح وانت جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية واحتمالك هو وابتسامتك هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية. معاكم ومعانا موضوع النهارده هنتكلم فيه هو استكمال للحلقه السابقه، وفي اطار الاحتفالات بعيد العمال بنتكلم عن حقوق العمال، عن مشاكلهم، احتياجاتهم، مطالبهم، همومهم. في الحلقه السابقه كان معانا قيادات من الغزل والنسيج بالمحله والزيوت المتكامله بالسويس. النهارده مشرفنا استاذ محمود المليجي، عضو مجلس اداره اتحاد عمال مصر الحر، وعضو لجنة العمال بالحزب العربي الناصري، وعضو حركة حماية لدعم وتطوير القطاع العام. أستاذ محمود، فكرة الهم العام، فكرة أنه إحنا في ظل ظروف اقتصادية، في ظل عدم استقرار، مشاكل كبيرة بتواجهنا، بالتالي أي حد بيطالب بحقوقه طبعا بيتقال له لا دي مظاهرات فئوية، دي مطالب فئوية، ما يصحش، ده مش وقته. وفي نفس الوقت الناس دي عندها حقوق وعندها مشاكل، هتعيش ازاي يحصل التوازن ده ما بين الهم العام والهم الخاص اللي هو برضو هنقول ممكن يبقى مرتبط بالكثيرين؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا احنا هنقول بس الاول دور العامل ودور الدولة وايه اللي ادى لوجود احتجاجات. ليه العامل بيحتاج الاول؟ العامل بيحتاج لما بتبقى الطرق الموصلة الى حقوقه مسدودة، القنوات الشرعية اللي بتوصله لحقوقه مسدودة. هناك هجمة شرسة على العمال بشكل او باخر، هجمة منظمة بشكل بيقول فيه ان العامل هو عامل فئوي، عامل مطالب، عامل بيهد النهضة، بيحارب النظام او الى اخره. احنا عملنا احصائية من خلال زمايلنا العمال ومن خلال مراكز احصائيه كبيره، لقينا ان احنا قلنا ان من 2003 مثلا، علشان نقول ايه هل العمال فعلا بيحاربوا التنميه ولا لا؟ لا، من 2003 انا عندي بدءا من سنه 2008 كان في 86 احتجاج فقط. مع نهايه عصر مبارك في لغايه 2010 عندي 2446 احتجاج، يبقى دي عصر مبارك، يبقى العمال احتجوا في عصر مبارك. في 2011 عام الثوره اللي كان بيحكم فيه المجلس العسكري عندي 2400 احتجاج. في عصر من 2012 ل 2013 1969 احتجاج، وفي حكم الإخوان في 2104 احتجاج، وفي الربع الأخير في الربع الأول من حكم الرئيس السيسي عندي 362 احتجاج. يعني معنى كده إن العمال ما بيكرهوش نظام بعينه أو بيحبوا نظام بعينه، لا هو بيحتاج لأنه مش قادر يوصل لحقه. تمام؟ هنا الدولة مع الأسف بتتخلى عن دورها تجاه العامل، في حين ان الدستور بينص ان الدوله بتلتزم في وجود علاقات عمل متوازنه بين العمال واصحاب العمل. برضو قبل ما نتكلم على دور الدوله خلينا نتكلم على دور النقابات. يعني حضرتك بتقول انه صوتهم كده لانه ما فيش قنوات شرعيه يعني بتوصل صوتهم، فبالتالي هم بيقوموا بالاحتجاج. تمام. طب في ظل وجود نقابه رسميه ونقابات مستقله، كل يعني هذه النقابات والعمال ما لهمش صوت، ما فيش حد يدافع عنهم؟ ده السبب أن هناك من يؤجج صراع بين النقابات العامة والنقابات المستقلة لصالح الدولة أو لصالح رؤوس الأموال. مع الأسف النقابات أولا لما نيجي نقول إن في اتحاد رسمي، الاتحاد الرسمي تنتهي ولايته في 2011. اللي موجودة دلوقتي لجنة اسمها لجنة تسيير أحكام، وده بحكم محكمة إدارية عليا. تمام. فلجنة من المرضي عنهم وأصحاب الحظوة، الناس المحبوبين لدى النظام واللي هم بيلبوا رغبات أصحاب رؤوس الأموال، هم دول اللي قاعدين على الكراسي اللي بتتسمع. مع الأسف هم دول اللي احتفلوا مع الرئيس، مع الأسف برضو بعيد العمال. المنطقي والطبيعي في التنظيم النقابي ان يكون مستقل. الطبيعي والمنطقي ان يكون مستقل، ما يكونش للدوله اي سياده عليه. كون ان في سياده على الدوله وانا اللي باملك ان انا اللي اجدد لك وانا اللي ما اجددلكش، فمع الاسف انا هبقى موالي للدوله او موالي لصاحب المال او الى اخره. فده اللي مخلي صوت العمال متبدد، واصبح العمال كالايتام على موائد اللئام. مع الاسف صوت العمال متبدد. طيب احنا نشوف فاصل ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه.
يا الشهر ده ما نقبضش. عندي عيال هتقوم المدارس، اعمل ايه تاني؟ والمستثمر سابني ومشي. اكل عيالي منين؟ معايا انا عيال مرضى، انا عندي القلب 6 اشهر ما قبضنا قرش ولا نيكل، مفيش صالح، مين ما صرفش في الدوري، مين ما كلش، مين ما مدش ايده كل، مين اللي عنده حير يقول له جنيه بابا الصبح، مين اللي عايز دروس، كل العيال هتاخد دروس، مفيش حد قال للولد لا، الدروس هتدوها لنا ببلاش، مدرسينك يا دوله هتاخدوا فلوس، واحنا مش لاقيين لك، مفيش حد قال لنا قولوا حاجه، نيجوا يقولوا لنا هناك، حتى 6 اشهر، 6 اشهر يا ناس، طبعا فيك يا سياده الرئيس، طبعا فيك يا سياده الرئيس، طبعا فيك يا سياده الرئيس، يا ناس حرام يا ناس، ده احنا ناس فقراء. الحريه والعداله، الحريه والعداله، والعامل من غير كرامه، والعامل من غير كرامه. دي مشاهد من اعتصام شركة المشروعات الصناعية والهندسية. وخلينا برضو نقول انه في حركة حضرتك عضو فيها، هي حركة حماية لدعم وتطوير القطاع العام. تمام. واستاذ علي كان بيقول المشكلة خاصة بالخصخصة هي اللي عملت كده. طب يعني الحركة دي بقى دورها ايه؟ عملت ايه؟ هذه الحركة قامت ايمانا منها بدور القطاع العام في وجود توازن حقيقي اقتصادي في السوق. تمام؟ احنا لو نتذكر من فتره كبيره قبل ما يبقى فيه هجمه الخصخصه الشرسه، لما كان في قطاع عام وقطاع خاص كان في توازن في السوق. القطاع الخاص ما بيقدرش يعمل كيلو، يعني لما كان يجي يقول طن الحديد هيغلى، انا عندي الحديد والصلب بيعمل حديد. علبه الزبادي بتاعت الطفل هتغلى، انا عندي شركه بتعمل زبادي، فما ينفعش. ازازه الدواء في منافسه، المنافسه يبقى المنافسه هنا كانت لصالح المواطن. لما الدوله تخلت عن دورها ولما حصل موضوع الهجمه الشرسه من رجال الاعمال اللي جزء منهم يعني وطني طبعا بنقدره، لكن في غالبيه مجحفه جدا جدا، ما بقاش في توازن، بقى بيستثمر في دم المواطن المصري. تمام؟ الحركه عندنا عملت مجموعه دراسات، ورحنا قابلنا معالي رئيس الوزراء يوم 4/5/2014. المشكله برضو حضرتك بدراسات. لا معلش، حضرتك بتتكلم على رجال الاعمال، هي مش قضيه رجال الاعمال، مش رجال اعمال، هي قضيه الخصخصه. ما هو هنا الخصخصه يعني اولا الخصخصه تمت بمنهج غير مغاير لكل ما تم الخصخصه فيه في دول العالم جميعا. ما معنى ان انا اقول ان عندي شركه بتنتج منسوجات يعني من ضمن شروط الخصخصه في العالم انها تفضل تنتج منسوجات، لان ده جزء من الناتج القومي. لكن لما تتباع وتبدي بين ابراج يبقى انا ما خصخصتش، انا بعت، ده بيع مباح يعني، ده كده، والدوله باعت ما لا تملك، لان دي اموال الشعب هي قيمه عليه فقط يعني. لما رحنا لمعالي رئيس الوزراء رحنا له بحلول لا تكلف الدوله جنيه على مستوى المشروعات الصناعيه. لما يبقى عندي شركات زي شركه الحديد والصلب النهارده عندي فرن شغال بطاقه 25%، فلما احتجت قالوا انتوا وقفتوا الفرن وخسرتونا. طب اللي موقف 3 افران و75%، يعني موقف 15 على 16 من طاقه المصنع، ما تحاسبش. تمام؟ ليه؟ لان ده موجود على قانون التشريعات الموجوده في مصر، تشريعات سيئه السمعه، مش لصالح لا الدوله ولا المواطن. صالح مين؟ لصالح رجال الاعمال. لان اللي حصل في الفتره بتاعت مبارك حصل تزاوج بين السلطه ورجال المال، احنا بندفع ثمنه لحد النهارده. انت عملت قوانين زي قانون 203 مثلا، اللي هو قانون قطاع الاعمال، اللي هو كان قانون تجهيز القطاعات العامله في القطاع العام علشان امتدادا للبيع، تجهيزا للبيع. طب انت قلت انا مش هبيع، ده القانون ده صدر سنه 91. طب انت قلت مش هبيع، ليه باقي على هذا القانون؟ طب الرئيس السيسي امبارح قال جمله انا كدت ابكي، يعني ان انا شركات القطاع الخاص بتنتج منتج السوفالدي بتاع الهيباتيتس سي بتاع الكبد بتاع مصر، وانا محتاج 1,000,000 وحده. مصر محتاجه 1,000,000 وحده في الفتره الجايه، وهو الراجل مشكورا قال لو لقيتها ارخص بره انا هشتريها. لا يا سياده الرئيس، انا عندي شركات في قطاع الدواء المصري تنتج 1,000,000 وحده في شهر بسعر التكلفه. وايه مشكلتهم؟ ان احنا مش شغالين بشكل كويس، احنا بنخسر بفعل فاعل. بنخسر بفعل فاعل، كان تمهيد للبيع لكل القطاعات، كانت ممهده انها تبيع. لما رحنا لمعالي رئيس الوزراء بحلول لم يلتفت اليه. ما حدش اتصل بحد فينا، واحنا معانا باحثين ومعانا ناس دكاتره الجامعه ومعانا ناس على اعلى مستوى، وقعدنا ايه مشاكل العمال، بلاش مشاكل العمال، طب ايه مشاكل مصر، ايه مشاكل الاقتصاد، لم يلتفت اليه. رحتوا برضو وتم التجاهل على حسب ما تقول يعني. تمام. نتيجه لانه انتوا مثلا حركه، ما انتوش نقابه، ما انتوش حاجه رسميه، يمكن ده المبرر. طيب انا هقول لحضرتك برضو دور النقابات، وحضرتك تقول لنا اذا كان في دور في مصر ولا لا. تمام؟ انا عندي حالات انتحار بين العاملين اللي اشتغلوا وما بيقبضوش بقالهم من 7 ل 8 شهور، بداوا ينتحروا، ضغوط حياه وبينتحر.
تمام. عندي حالات طلاق مسجله في محكمه الاسره نتيجه ان اب مش عارف يصرف على اولاده فبيطلق. اي نقابه واي واحد يروح يدي وثيقه لاي رئيس جمهوريه ايا كان مع احترامنا انه يقول له انا مش هعمل اعتصام ولا هعمل احتجاج ولا طب دورك كان فين؟ ايه الدور اللي انت قمت بيه علشان تجيب لي حقي علشان ما اعملش احتجاج؟ العامل المصري من احسن العمال اللي في العالم، من احسن كوادر العمال في العالم، ما ينفعش يعمل احتجاج لمجرد الاحتجاج. مش كده ولا؟ اكيد اللي هيحكمنا القانون، اكيد قوانين العمل هي اللي ممكن تنظم المشاكل اللي سامعينها دي. القوانين عبارة عن ايه؟ بنودها ايه؟ ممكن تحل مشكلتهم ازاي؟ طيب انا صدر في الاسبوعين اللي فاتوا حكم المحكمه الاداريه بان من يدعو الى الاعتصام او يشارك فيه او الاضراب اللي هو احد صور الاحتجاج فيحال الى المعاش. هو احد اشكال الفصل التعسفي. طب نقول الاول القانون او قانون القوانين اللي هو الدستور قال ايه في المواضيع دي؟ وهل الدوله ملتزمه بده ولا لا؟ لو الدوله ملتزمه يبقى احنا لازم نلتزم. لو الدوله مش ملتزمه يبقى احنا الحالات اللي حضرتك بتشوفيها والحاله الاستاذ علي واخرين هي صرخه بقى. تمام؟ ما هو زي ما قلنا في البدايه تمام. انه احنا لازم كمان نهتم بالهم العام هو بحال ده الهم العام البلد، حضرتك. لكن كمان كل واحد قبل ما نخش على لازم القانون ده يقول قانون يلا القوانين. القانون هذا الدستور المستفتى عليه من جموع الشعب المصري صاحب الحق الاول والاخير في المصلحه العامه، هو ده صاحب الحق. تمام؟ وصاحب الحق هو في التشريع. اتفضل. قال تلتزم الدوله بالحفاظ على حقوق العمال. فين؟ الماده كام؟ الماده 13. وتعمل على بناء علاقات عمل متوازيه بين طرفي العمل الانتاجي. تمام؟ وتكفل سبل التفاوض الاجتماعي او التفاوض الجماعي. اتحدى والوزيره موجوده، والوزيره القائمه حاليا على وزاره القوى العامله كانت تشغل مدير عام التفاوض الجماعي. تقول لنا ايه التفاوض الجماعي اللي تم والناس التزمت بيه؟ صاحب العمل بيقول مش هاجي التفاوض. الدوله ما تقدرش تلزمه في حين انها بتقول انها بتلتزم الدوله. ادي اول التزام. هل الاحتجاج حق؟ حق. الاضراب السلمي حق ينظمه القانون. يبقى الاضراب كمان مش الاعتصام ولا احد صور الاحتجاج. تمام؟ طب هل النظام قابل صور الاحتجاج ولا لا؟ الاضراب السلمي حق ينظمه القانون. طيب ما القانون طلع وقال لك ما هو القانون لغى ما لغى الحق يا فندم. هو حق الاول ان انا بعمل تصريح، بعمل تصريح، ورئيس النقابه العامه للعاملين بالقطاع الخاص خد تصريح امني وبعد تفاوض 3 شهور والناس ما قبضتش برضه في شركه تاني في طريق حلوان قعدت 7 شهور ما تقبضش، تم القبض عليهم. يعني انا خدت تصريح الامن اهو. المعالجه الامنيه في المشاكل العماليه مش هتأصلنا غير لنفس النتائج اللي حصلت في ايام مبارك. تمام؟ واعتقد ان احتفال عيد العمال في اكاديميه الشرطه هو احد الرسائل الهامه اللي بيبعتها لنا النظام. هل ان شاء الله باذن الله يعني عيد الشرطه القادم هنحتفل بيه في شركه الحديد والصلب؟ انا عندي مبنى اتحاد، عندي الاستاد، عندي قاعه المؤتمرات، عندي 50 حته احتفل بيها كعمال، لكن ما اروحش اكاديميه الشرطه الا اذا كانت رساله ان الامن هو اللي هيتولى ملف العمال، وده طبعا امر مرفوض يعني. لا يعني ممكن ما تبقاش الرساله كده. يعني احنا ترجمنا الرساله. لا ترجمنا الرساله كده. ترجمها زي ما حضرتك عايز. ما هو لما يحصل يعني السيناريو ان الاتحاد الرسمي او اللي هو ما يقال عليه الاتحاد الرسمي وهي لجنه تسيير اعمال المرضي عنها من قبل الدوله تروح تدي لرئيس الجمهوريه وثيقه ان احنا مش هنعمل احتجاجات في حين ان هم ما حلوش مشاكل عمالي. تمام؟ وبعدين تاني يوم على طول يصدر قانون حكم المحكمه الاداريه بان اللي هيعمل طب انا ما قبضتش وما اكلتش وما عملتش، ده انا بنتحر، يعني نهيت علاقتي بالدنيا ورايح لربنا بقول له انا خلاص كفرت بكل حاجه في الدنيا وفي الاخره ومش لاقي اكل. انا طلقت، انا عملت. انه شركه بوليفار للغزل والنسيج بالاسكندريه بدات بالامس اعتصام نتيجه لانه برضو ما بيقبضوش مرتباتهم. احنا كمجتمع مدني هل ممكن يكون لينا دور مثلا؟ طيب بصي يا سيدتي الفاضله، انا عايز اقول لك ان طبعا استاذ علي على عيننا وعلى راسنا وشركته من اولى الشركات اللي احنا بنساندها وبنقف جنبها. هذه الشركات جزء من كل هذه الشركات تم توقيف عمالها، يعني تقريبا عمالها ما بياكلوش. تمام؟ عندي شركات الصناعات الغذائيه قبل ما تقول لي اساميهم. مش اسامي، ده انا بس عايزه افهم دول تم خصخصتهم ايضا يعني ده ولا ايه؟ في عاملين في الدوله، يعني انا عندي مثلا اللي عاملين بالتشجير في وزاره الزراعه بعد 22 سنه انا موظف في الدوله فجاه يقول لي اصل العقد بتاعك تم بشكل غير رسمي فما ينفعش تبقى معايا النهارده. يعني حد عنده حاجه و40 سنه خارج بعد 22 سنه هيشتغل ايه؟ هيروح فين؟ العاملين في الازهر، مدرسي الحصه في الازهر، المدرسين بتوع محو الاميه عنده 40 و45 سنه ولسه ما اتعينش. لا ده مش لسه ما اتعينش، ده قالوا له ما تخشش تمضي خلاص النهارده، انت من النهارده انت موقوف عن العمل. ليه يا عم الحاج؟ اصل العقد بتاعك كان موجود على بند والبند اتغير والموضوع. طب ده انا مالي؟
عندي عمال في حلوان النهارده بعد 21 سنه بيقعد عن العمل ويقول له ده كلام مش مظبوط. يعني شركه استصلاح الاراضي، شركه شقيقه لشركه اخونا علي، شركه المشروعات الهندسيه زي ما شركه علي، شركه مساهمه البحيره، اكبر شركه كانت بتشتغل في اصلاح الاراضي في مصر. الاراضي موجوده والكراكات موجوده والعمال موجودين، ما بشتغلش ليه؟ الاداره مش عامل. في حين بقى ان الاداره بتصرف مكافاتها كامله، مع ان يعني الخصخصه فهمونا وقت الخصخصه انه نتيجه لانه في مشكله في الاداره وانه الحكومه ما تقدرش على الاداره، فهي بتبيعها الناس هم اللي يقدروا على الاداره. طلع الناس مش قادرين كمان. انا عندي حضرتك الجزء اللي تم خصخصته من شركه مصر، شركه مصر للغزل والنسيج اتبنت بابراج في 37 يوم. ابراج ايه الاداره في كده؟ قول لي تاني. شركه مصر للغزل والنسيج تم بيع جزء من اراضيها، تمام؟ هذا الجزء اتبنى ابراج في 37 يوم. يعني الناس عندها القدره انها تبني وتهد صرح عظيم اسمه مصر للغزل والنسيج حلوان. شركه كان فيها 40,000 عامل. الابراج دي استثماريه خاصه مش للعمال طبعا. يعني خلاص الارض يعني معنى كده انه انهى الصناعه، مش ما يقوليش اصل انا كنت مش عارف ادير، لا ده انت بتنهي الصناعه تماما. عندي شركات واقفه زي شركه مصر للالبان، واقفه ليه؟ واقفه ليه؟ ده سؤال بسيط. المكن عندي والمكان عندي والكوادر اللي ما كانش فيه حاجه في القطاع، يعني 90% من القطاع الخاص دلوقتي كانت كوادر متربيه عندي في القطاع العام. الكوادر اللي بنت ده من العامل للمهندس للباحث للكيميائي للصيدلي للكلام ده كل ده عندي. طب انا واقف ليه؟ يبقى يبقى الوقفه دي مقصوده. ما يقوليش بدليل بره بينجح. تمام، مقصوده لصالح شركات ثانيه، مقصوده لصالح بتتهم، بنتهم. بنشير باصابع الاتهام بان هناك من يخصص القطاعات المصريه الخالصه لصالح شركات خاصه. وفي قضايا كتير جدا مرفوعه، لكن القضاء طبعا مع الاسف لم ينصفها حتى تاريخ. لا يعني. بس خلينا نتكلم عن النقطه دي كمان، لانه حتى القضايا اللي كسبت فعلا وفي شركات انها كان المفروض ترجع عوده الشركات، المراجل البخاريه المراجل البخاريه، يعني ما فيش شركه في مصر بتشتغل من غير مرجل بخاري. هذه الشركه، هل تعلمي حضرتك ان هذه الشركه 51% من اسهمها بيملكها اليهود؟ شركه مصريه خالصه على كورنيش النيل، كم عشرات الافدنه، 51% بيملكها اليهود. هل تعلمي بقى حضرتك ان الجزء الثاني من راس المال 51% بيملكها شركه يهوديه؟ طب الجزء اللي اقل من 51% بيملكها اسرائيليه بس مثلا او كده مثلا، اصل اليهود دي ديانه يعني لا إيه اسرائيليه، هنقول ان ده اسرائيليه، تمام كده؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بقى يعني مين اللي اشترى الجزء الباقي؟ ده الاهم. هي شركه متعدده الجنسيات مثلا ولا ايه؟ 51% من الاسهم شارتها شركه جنسيتها اسرائيليه. تمام، زي شركه بوسكو مصر. ده احنا نبهنا بيه رئيس الوزراء من سنين. احنا بنصوت في الشارع من سنين. دي الاحتجاجات بقى بتاعتنا، ان احنا العامل المصري طالع يصوت ويقول ما تبيعوش والنبي، علشان هتقفوا الموقف اللي احنا فيه ده. يعني اللي احنا فيه ده حطيناه قدام نظام واثنين وثلاثه، مش من النهارده، من سنين ما حدش التفت لينا، فاحنا وصلنا للنقطه اللي احنا فيها دي. طيب انا عندي شركه ثانيه، شركه المراجل قلنا عليها، الجزء الثاني من الاستثمار يعني بيملكه رئيس مجلس الاداره اللي باع الشركه، يعني باع لنفسه. طيب يعني دي معلومات عرفناها حالا من استاذ محمود، يعني على مسؤوليته طبعا، على مسؤوليته طبعا. لا ده قضايا مرفوعه يا فندم عشان بس لان احنا ما عندناش المعلومات دي فما نقدرش نتحقق منها. فاصل ونرجع نكمل كلام. المصنع كله بتاع الجير اتفك كله واتباع خردة، واتباع لشركة واتاخد من هنا اتركب في شركة تانية. ده واقف الانتاج اهو، ده مصنع جير واقف. دي حق الدولة 35%، ما حدش من الدولة بيسأل في حقها. ما حدش بيسأل في حق ال 35% بتاعتهم. وده حضرتك مصنع جير وقف، وتحت مصنع اكياس، وتحت مصنع كامل فرن 7 موقفينه بمزاجهم عشان فلاتر. انت بتكسب، طب ما تجيب فلاتر وتشغل ولا تموت الناس؟ حضرتك صرح العمال بتوعهم على جميع المصنع والناس كلها علياتها. ده مصنع ايه الاول ده؟ مصنع الاكياس. ايه الاكياس دي بتعمل ايه؟ بتصنع الكيس اللي هو بيتحط فيه الاسمنت. جميل.
حضرتك ده كان بيعمل الشكاره ب3 جنيه. دلوقتي هو بيسرح الناس ووقف المصنع، ما نعرفش عشان ايه. ده جاي من بره، الشكاره دي جايه من بره. وقف المصنع وحضرتك المكنه هو شغال يشتغل بكره الصبح. وقف المصنع على اساس ان انا اجيب الشكاره اللي انا كنت بعملها ب3 جنيه للمصنع هنا، بجيبها من تابع للمجموعه اللي هو بيكسب 100%، بيكسب منه حضرتك الشكاره بيبيعها لنا هنا ب7 جنيه، وانا كنت بنتجها ب3 جنيه. حوالي حضرتك اكتر من 200 عامل، 250 عامل. حوالي 30% فرقوهم على المصنع وسرحوهم، والباقي ال70% طلعوهم معاش مبكر. هنا المصنع الوحيد اللي على مستوى المجموعه عشان الشركه الدوله تملك فيه حوالي 35%، ومستثمرين 35% دول شاملين 18 حكومه والباقي مستثمرين. فبياخد الحصه بتاعتنا اللي هي عباره عن مازوت وغاز بيديها للشركات بتاعته عشان يشغل شركاته وهنا يخسر. ففي سرقه متعمده وخساره متعمده للمصنع دوت، عشان 3 سنين على التوالي المصنع يخسر، يجي يقول لك انا المصنع بيخسر، انا احوله اي حاجه او انا ابيع المصنع او الى اخره. العمال طبعا اتشردوا والمستثمر هو اللي يبقى مستفيد. العامل كان بيسأل يعني هو ليه المصانع واقفه، يعني هو مش عارف. بس مثلا الاستاذ محمود دلوقتي في حوارنا قال فكره، عشان ممكن العامل ده لو مش عارف يبقى عارف انه ممكن الارض دي تتعمل ابراج سكنيه وكله هيكسب. يعني احنا رافضين يعني بس لو انه العامل مش عارف يبقى حضرتك بتقول له انه ده بالتاريخ اللي حصل بالظبط، اللي بتتحول الاراضي المصانع لابراج سكنيه. بمناسبه التقرير اللي كان موجود دلوقتي، كل شركات الاسمنت في مصر تربح الا الشركات الحكوميه. ده رصد واقعي اقتصادي. الشركات اللي الدوله بتملك فيها يا استاذ محمود حضرتك بتخسر، يبقى فعل يبقى هيردوا عليك حالا وهيقولوا لك ما هي المشكله في الاداره، الحكومه ما تقدرش على اداره المصانع، ما ينفعش. ده سؤال، ليه ما تقدرش؟ يعني هي يعني انا اسف جدا وهنقول الاتي ده للعامل باسم العامل المصري، يبقى الحكومه بتتخلى عن كل واجباتها ومسؤولياتها تجاه العامل وبتحتفظ بس لنفسها بعصا الامن الغليظه تقرع بها راس مال لا يعني احنا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام، ومات البصر في العيون والبصاير، وغاب الطريق في الخطوط والدواير. يا ساير يا داير يا ابو المفهومية، مفيش لك دليل غير عيون الكلام. إذا الشمس غرقت بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام، ومات البصر في العيون والبصاير، وغاب الطريق في الخطوط والدواير. يا ساير يا جاي يا ابو المفهومية، مفيش لك دليل غير عيون الكلام. ان شاء الله الشمس هتشرق وتفضل مشرقة وحقوق العمال هترجع، وزي ما قلت هيبقى بالقانون. كلمني على اهم القوانين اللي انتم محتاجينها، كلمني كمان على دور الاحزاب، حضرتك عضو في حزب، يعني سياسيا الموضوع ده ممكن يتحل ازاي؟ طيب اولا انا بس احنا كعمال بقى بنتمسك بالماده 51 من الدستور.
الماده دي في سطر واحد بتقول الكرامه حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدوله باحترامها وحمايتها. المواطن الغير قادر على كسب قوت يومه اين كرامته واحترامه؟ تمام؟ ده اهم حاجه. الدوله لابد ان تنظر للتشريعات السيئه باعاده وجود تشريعات جديده تعيد للعامل زي قانون 203، زي قانون الخدمه الاجتماعيه الجديد ده، في بعض الحاجات المخيفه جدا. الخدمه المدنيه عندي قانون 12 قانون العمل الموحد ده، في حاجات مجحفه جدا مجحفه جدا جدا. يعني انا عندي عامل بيتجازى من ساعه ما يصحى لحد ما ينام جزاءات، صاحب العمل ما عندوش اي التزام. الدوله الحكومه كصاحب بس وقانون الخدمه المدنيه كمان لسه بغض النظر المسوده اللي حصلت، ما هو ده ما حصلش حتى لا، بس هو القانون ساري خلاص، ده كتب في الجريده الرسميه، يعني هو بقى موجود. عندي كارثه موقوته مش واخدين بالهم منها، مش عارف ايه هي. الدوله احنا نزلنا كلنا في 30/6 عشان نفوض الرئيس السيسي في محاربه الارهاب. طب انا بقول دلوقتي هذه السياسات تؤدي الى وجود ارهاب. ازاي؟ العامل اللي بيقعد 7-8 شهور ما بيقبضش، هل مش من السهل اغواءه ان انا اديله 500 جنيه يحط قنبله تحت كوبري يفرقعه؟ مش سهل يا الراجل اللي انتحر ولا اللي طلق ولا اللي عمل، انا مش سهل جدا ان في حد يستقطبه ويقول له تعالى بقى خرب، طالما الدوله مش مدياك حقك تعالى اما اديك انا بقى واستقطبك بفلوس وما اكثر فلوسهم. احنا عندنا في الحزب العربي الناصري احنا نازلين للناس بقلب كويس، بنقول للناس اتفضلوا، احنا بابنا مفتوح، احنا متبنيين فعلا قضايا عماليه في حركه حمايه، متبنيين قضايا اعلاميا وقضائيا وكل حاجه. احنا بدانا نشتغل، الدوله تبص لنا تقول لنا تعالوا انا عندي، يعني تبعد بقى عن الحزبيه والتكتليه وتقول ان طالما الحزب ده حزب راجل وطني تعالى نحط ايدي في ايدك عشان نحل مشكله مصر. النظره لو عملنا مسقط راسي من فوق كده، كم المصانع المقفوله وكم القهاوي المنتشره في مصر، يقول مصر عامله ازاي. كل سنه وحضراتكم طيبين. استاذ محمود المليجي عضو مجلس اداره اتحاد عمال مصر الحر وعضو لجنه العمال بالحزب العربي الناصري وعضو حركه حمايه لدعم وتطوير القطاع العام، شكرا لحضرتك. لسه ملف اتحاد العمال والعمال مستمر، وان شاء الله نبقى واقفين طول الوقت مع الغلابه والمهمشين. كيفك دور خلي بلدنا تعوم في النور دور، يا كلام على كيفك دور خلي بلدنا تعوم في النور، ارمي الكلمة في بطن الضلمة تبقى لسلمى وتولد نور، اكشف عيبنا ويهلبنا، اكشف عيبنا لسعف بيهد النور.